السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل، هقول لكم على اسمها انتوا تعرفوها. الطبخه دي اسمها ايه حكايتكم؟ ده بتاع الفطير. ده بتاع الفقير. وده ويا في لا ما اي تقليه معروفه نار تتكلم معايا صعيد اسكندراني نص نص. لا حته وتاني والله بتكلم صعيدي. شايفين البرامات اللي جابها ابو ابراهيم ما شاء الله، جاب لها حاجات كله هيبقى في البريمه، حتى الملوخيه هتبقى في البريمه برضه. وجابها ملوخيه خضراء، وام ابراهيم هتظبط التظابيط. النهارده هنتغدوا عند ام ابراهيم. تسلم ام ابراهيم، تسلم ايديكي. هي بتعمل ايه؟ بتعمل انا شوف انا اعمل لك الفطير. ما احنا هنشتغل الفطير هنوريكم يعني من اول حته لاخر حته، يعني اول هي ما بتحبش يعني عشان ما اطولش الفيديو عليكم. ما يبقاش هي كده. وما تنسوناش عدد لايك واشتراك عشان يجيكم كل جديد من يومياتي انا واولادي. تمام. احنا هنشيله ده البرام ده، هنشيلوه عشان البصل ده عايز يتغسل تاني. ماشي تمام، عشان عايز يتغسل تاني. ماشي تمام يا ام ابراهيم كده. الله ينور عليك يا ام ابراهيم. بس برضه ام ابراهيم حد يطبخ اخر النهار؟ العصر راح العصر اليوم خلص يا عم. اليوم خلص يا عم. هقوم كده يعني يرضيك يا ام. بقول لك بصي، ايه ساعه واحده، ساعه زمن والله. اتفرجي ما انت انا عارفاكي شاطره من يومك والله يا ام ابراهيم انت شاطره والله. صح. ساعه زمن اتفرج. يعني احنا هنعالجوا دول ان شاء الله على الحفل على البوتاجاز، وبعد كده هنعمل ايه؟ طب هقفل انا ليه؟ يعني لسه خلينا لغايه الخميس وشكرا مفيش لحد الاخر ماشي فعلا وحسين يعني. كده احنا ايه، خرطنا البصل على الاخر اهو، خرطناها ما شاء الله. ايه ما شاء الله يا ام ابراهيم بتعسل حشتك عسل. شايفين شوف عاملاها حلقان ازاي يا ام ابراهيم. ده طريقه التقليه بتاعتنا احنا بقى كل النهارده هيبقى في البريمه، حتى الملوخيه ان شاء الله. ما شاء الله عليها. مش هنطبخ تاني في الالمونيا ولا في الجرانيت خلاص. هنعمله ايه الالمونيا؟ هو على فكره الاكل ده صحي. هو ده الصحي. اللي برامات دي اكلها صحي. هو اللي بتعمل لنا على الاخر بس من انت فاكره امك زمان كانت بتقول اجهزكم ايه؟ همر هو الهمر. كانت امها كانت بتقول انا اجهزكم همر. في تاني لحمه بيضاء. ما شاء الله عليه. بص البصله البصله بتتكلم عن نفسها، تتكل وهي نايم. ابراهيم تسلم ايدك يا غالي. ما احنا عارفين ام ابراهيم بتعمل حاجه حلوه. شفتي بتعملي كل حاجه عسل. لا يا بنتي كتير ده عشان ما تكبرش تتعبش. اما دي ما هتسليش، انما دي لا دي هتسلي والله. ده هيسلي ده. طب ماشي، دي حطوا على اللحمه انا بدي فوق البيع يا ستي. ماشي بس هحط دي حته منها الاول، دي اللي بتسلي. ماشي. بس دي انا كانت عندي من الاول، اخليها لما طب اعملها في المبشره بس مش عارفه بس احطها كلها برضه. ابو ابراهيم بيحب يغمسها. ايوه، ما عشان ابو ابراهيم ده جزار، عشان كده هو بيحب. وامه شفياني بيحبوا اللحمه البطنيه، بيحبوا الدهن قوي. مشفياني من كل حاجه. والله بيت الجزارين. بل الجزار. بس ما فيش، مش في اسكندريه كانوا جزارين ايام ما كانوا قاعدين في الصعيد. بس هنا لما الابرام ده عتقناه بس ما عتقتوش معاكم. ده عملتيه بايه؟ مش عملتيه بعسل زي ما انا جايله لك؟ عملته بالعسل وحطيتيه في الفرن. حطيه في الفرن جميل كده عشان ما يتشرخش. والمثاني بتاع بتاع الجسم بتاعه بتاع وكمان ريق الاكل اللي بيتعمل فيه يبقى عشان طعم الفخار. ريحته كويس. ما ينفعش تحط زيت لا زيت ايه؟ زيت لما تعملي اي اكل هيبقى فيه ريحته. لكن العسل ده هو الحلو ليه. هو سمنه بلدي يا عسل. احنا هنسيبه لحد ما ايه، احنا معاكم لغايه الاخر. البصله تدبل خالص، هتشوفوها مع بعض. معاكم لغايه الاخر. يلا كده ها. احنا بدأنا اهو. امسكي. احنا بدأنا ايه، هنعجن الفطير. انا هعجنه وهعمله في البيت، مش هشتريه من بره. هنعمله في فرن البوتاجاز. انا هربه في البيت. انا فهو الكيلو من بره كام؟ 50 جنيه والله. والله. بتحلكم الفرن وعندك الغاز الطبيعي، وتجيب 2 كيلو وتعمل الكيلو الدقيق يعمل قد 2 كيلو فطير من بره. صح ولا لا؟ هتدولك مستوي كله. لا يا ماما. لا ايوه، ما هي هتسويه هي. يعني هو الكيلو. بصي يا ام ابراهيم، الكيلو الدقيق يعمل 2 كيلو فطير مستوي. ايوه انا عارفه. لكن انت تعملي براحتك في بيتك ليه؟ واحنا كده عندنا غاز طبيعي وعندنا بوتاجاز، وانا رق وانت ترصي وتتبهي للطبيخ حاجه بتاعك. مضمونه في بيتك وحاجه نظيفه وحاجه تتاكل زي العسل.
بس دي تملكه حلوه وتعدلهولي كده عشان يرجع يطلع الفطيرات. ايام الزمن الحلو. ايام زمن الفرن، فاكره الفرن الصعيد؟ ونشوفوا الايام السوداء. شفت الصعيد لما كنا نجيب نولع الفرن الطينه وفي العصر وكل الجيران تيجي تعمل الفطير. لا انا مولع الفرن بتاعتها. والله العظيم كله يعجن فطير. جيران ده يجيك من الشق البحري والشق القبلي والشرقي والغربي. والنبي واعمل لي فطيرتين معاك. الفطيرتين دول تعملي 30. هتعمل وراك الفطيرتين. الفطيرتين دول يبقى ايه ما شاء الله 150 فطيره. ايوه. وكنا نعمل كانت الفرن بعد ما نخلصه نروح لازين فيها التقليه باللواحيق واللحم. شم ريحه كده البيت داخله كده فيه خير. كانت حاجات جميله والله يا ام ابراهيم. بترجعينا الجمل الزمين يا ام ابراهيم. الزمن الحلو. الزمن اللي كان كله خير. ما كانش فيه رمادي. كان كلها بقت رماد. يلا احنا معاكم لغايه الاخر. الفطيره دي معاكم يا ام ابراهيم انت جايه تصوريني من غير احمر دستور يا ام ابراهيم؟ ايوه من غير احمر دستور. ليه كده يا ام حسام جايه تساعدني. ام حسام جايه تساعدني. واحده غريبتي ما عرفاش. لا ازاي يوميات قناه يا ام حسام عندها قناه دي يا جماعه. ام حسام الصعيدي اللينك بتاعها في البايو عشان تخشوا لها. ام حسام الصعيدي. ليه تقولي ما ام حسام الصعيدي؟ عشان هي بتتغاظ من كلمه واحده جارتي، بس هي مش جارتي، هي بنت عمي لازم، بس انا بقول كده عشان اضايقها يعني خلاص. حاجه كده انفعاليه. تمام. ايه رايكم في الرأي اول فطيره دي يا جماعه ام حسام جايه تساعدني. شايفين الفطيره عامله ازاي وحلو وجميل. هنطقها لهم. هنطقيها يلا كده. انا عايزه اشوف البصل. يا حمو. هي الفطيره دي اول واحده. تمام. رايحين نرصوها خلاص اهي. ان شاء الله اخر واحده نبقى مع بعضينا مع بعض لحد الان. ايه رايكم؟ نضرب بعضين. ها. ايه يا ام ابراهيم؟ شايفين الجمال؟ هنقفلوا عليها. ها. دي اول فطيره معاكم. دي انا قلبتها على الناحيه الثانيه. الله يا ام ابراهيم عليها. شايفه حلوه ازاي؟ ادي اخر فطيره معانا في الكيلو ونص دقيق اللي احنا جبناه. دي اخر واحده. هتوريهم عملت كام كميه يا ام ابراهيم؟ هوريهم بس بقى لما بصوا جمال الفطير. بصوا حلاوته الدلع اهو. يلا شايف نقلبوها كده اهو عشان الشبكه التانيه مش لاقيها. استنوا عليها حبه عبال ما تفك. والفطيره معانا اهي اهي. الفطيره بتاعتنا اهي. فين الجمال؟ وليه بتاعتنا؟ عامله كام ايه؟ خطيره. حط على الفطيره. احنا نقلنا اللي ثواني نقول لهم على ان احنا نقلناهم في البرام في الحله. ليه؟ شلناهم من البرام عشان البصله كتيره قوي ومزنوقه في البرام عشان البرام صغير شويه. ولازم احط التجربه تاخد راحتها واعرف اظبط فيها والكلام ده وامسك ايه اليد بتاعت الحله وكمان احط المفرق. شايفين المفرق قد ايه؟ واعرف بقى اعمل كده ازاي كان هيطلع من بره. فاحنا نقلناهم فين في الحله دي برضو. هي زي البرام هي جرانيت. تمام. خلاص هي خدت اللون الحلو اللي احنا عايزينه. انهي الحله الحمراء البيضاء؟ البرام ده اللي تحت. تمام. دي فتنا فيه. هنحطه في الصغيره. لا احنا عايزينك تفتنا في الكبير. بعد كده هنعمل ايه؟ ثواني. حاضر. بعد ما تاخد اللون لسه اللون ده انا هخليها تحمر شويه عن كده. لسه اللون اللي انا عايزاه ما خدتهوش. هنخليها تحمر اكتر من كده عشان لما تحط عليها الشوربه اللون بتاعها يبقى ثابت. لما تبدا تجشكش كده والبصله تجشكش كده معاها وتنشف هروح زايداها. انما طول ما هي طريه كده مبغبغه كده مش هحط لها اي ميه ولا شوربه. لما تجشكش خالص. في ناس مش عارفه البنات اللي لسه طالعه جديد يعني انت سفيتي ما تعرفش تعملها بتقول لي تعالي اعمليها. وعلمي مالك. تعالي اعمليها وملوكه بنتي. طبعا. طب ايه بقى بعد ما بعرفش رقفتي. انا هربهولك انا. تتعلم. انا هربهولك انا. اعمل لك كريب. المهم لسه ما خدناش اللون. لما ناخد اللون مع بعض لحد الاخر. هاتي يا ملك. شايفين الجمال؟ هي كده خلاص خلصت. بس هقول لك ملحوظه تقف عليها عشان انا واقفه عليها من هي بصله ما تحركتش عشان لو اتلدعت منك طعمها يروح في حته تانية خالص. هيبقى مش طعم تقليه خالص. خلاص كده تبقى فيها حشيار. انا عاملاها فاتحه كده عشان لسه هحطها تاني في الفرن عشان تاخد اللون النهائي ومع بعض لحد الاخر.
في التقليه بتاعتنا. تمام. هنطلع اللحمه الاول هنا في الطاسه دي عشان احنا بنحبها متحمره بره، محبش اكلها كده من غير تحمير. باجي ما باجي بقى ده مش عارفه دي بقى لحمه ولا دي حته دهنه ولا ايه، مش عارفه. الدهن اصلا بتغمسيها وبتحطي عليها رشه ملح، حطي دول كده. يا بنت في ايه؟ تمام كده خلاص. دول المهم التجليه دي ما تحطلهاش بهارات غير فلفل اسمر بس فقط لا غير. فلفل اسمر اهي حته هناك اهي. ده ماشي، ده خليها عادي تحط البتاع دي. ثواني معايا، هنغرف التقليه بتاعتنا. ملك نعم. شوفي انت بتصور ازاي؟ انت ناسيه نفسك. انت عملتي ايه؟ اوعي اوعي. يلا كده امسكها من الناحيتين ويرجع بس. تمام. واحنا حاطينها خالص، انا ما طفيتش الفرن، نوطي عليها خالص. ما بعرفش امسك التليفون بالشقلوب. ايوه كده حلو خالص، مش مشكله مش مشكله اي حاجه تاني. انا مش عارفه امسك هنا. خليهم بقى فتش، اللي عايز فتش اهي. هننزل في الفرن لسه سايبينهم اهي جوه الفرن. هنعلي قبل ما تبقبق كده وتتشمع، بعد كده نطفي عليها مع بعض لحد الاخر. شايفين الجمال اهي اتشمعت، شايفين الحلاوه؟ بصوا هي كده جوه الفرن، انا طفيت عليها. تمام. انا هقلبها معاكم عشان تشوفوا بقى الجمال والحلاوه. هي بس مبينه في الكاميرا لونها اسود. لا مش اسود يا ابراهيم، تخش تقول اسود، دي سودا يا جماعه. طب شايفين الجمال؟ عسل تحفه ما شاء الله مع بعض لحد الاخر. وبكده احنا خلصنا الغدا بتاعنا ما شاء الله تحفه. ادي الفجر والتقليه بتاعتنا، بصوا ريحتها قلب الشارع كده حرفيا، جميله تحفه. والملوخيه الخضراء، ادي اللحمه بتاعتنا اهي. شايفين التقليه الجميل، هي الطبق الرئيسي بتاعنا النهارده. وده الفجل اللي غسلناه وظبطناه، وده الفطير بتاعي. بصوا شايفين النظافه والجمال زي الشمع، شمع كده، شمع ابيض نظيف. بس انا احب الفطيره مسلوقهاش سلق في الفرن، احب كده، احب فيها اللسعه دي اللي هي اللدعه دي او اللسعه، بحب اعملها كده عشان تبقى ريحتها حلوه وريحه الدقيق طايره منها. احب اخليها فيها اللسعه دي، اسويها يعني. بس هو طري وبصوا شايفين الجمال زي الشمع الفطير ما شاء الله. بصوا عملت كميه من كيلو ونص دقيق، عملت 25 واحده. يا رب غدانا يكون عجبكم يا رب. ما شاء الله، الله اكبر على الجمال. لكم الجمال ده، الكاميرا كمان ظالمه الحاجه بصراحه، حاجه تحفه ما شاء الله. يا ريت تيجوا تتغدوا معانا. بصوا الملوخيه وجمالها، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. عايزه اقول لكم الاكل يفضل حامي مولع في الشتاء في البريمه لحد اخر لقمه، الاكل يفضل حامي مولع. وده كان غدانا النهارده، ولو عجبكم ما تنسوناش باللايك والشير والكومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.